وبعد ما عملناها باللحمة صار دور نجربها بالدجاج. جربت أعمل وصفة الدونر المنتشرة بس بالدجاج، وحضرت منها أطيب ساندويتش شاورما، بس في تركات صغيرة لازم تنتبهوا لها. على محضرة الطعام رح أفرم صدور الدجاج مع البصل والثوم ومجموع البهارات رح تكون مكتوبة أسفل الريل، زبادي ودبس فليفلة وبرش ليمون وعليهم زيت زيتون، فيكم تستبدلوهم بأي نوع دهن انتو بتفضلوه. بعدين رح أفرده بين ورقتين زبدة، بس لا تفردوا الدجاج بسماكة كتير قليلة زي وصفة اللحمة لأنه رح يطلع معكم ناشف. ورقة الزبدة اللي على الوجه لا تشيلوها لأنه رح يصير الدجاج يلزق فيها وتغلبكم، لهيك خلوها ولفوها كامل على شكل رول وبالفرن لحتى تستوي تماما. لنحضر التومية رح أخلط النشا والمي وعلى النار مع التحريك المستمر لحتى يتقل القوام، وبعد ما تبرد تماما رح أخلطها بمحضرة الطعام مع الثوم، الملح وملح الليمون وبالتدريج زيت نباتي، وبتركها بالثلاجة. بعد ما استوى الدجاج رح أقطعه وأحمره بشوية زيت أو زبدة، وهيك صار جاهز لنحضر منه أطيب ساندويتش شاورما متوم مخلل وبطاطا وعليهم الشاورما، واختياري دبس فليفلة بالتحمير وطلعت بتشهي.